تخيل معايا كده يوم جمعة عادي، الناس كلها متجمعة في المساجد عشان صلاة الجمعة، وفي مسجد حسان بالرباط واحد من أعرق وأشهر المساجد في المغرب، الناس قاعدة تسمع الخطبة، الكاميرات بتنقل البث مباشر على التلفزيون زي كل أسبوع، وكل حاجة ماشية طبيعي جدا. فجأة ومن غير أي مقدمات الإمام وهو واقف على المنبر بيقرأ الخطبة وصوته بيملى المكان، حصل له حاجة خلت كل الموجودين يتصدموا. الراجل فجأة وقف وصوته بدأ يضعف وملامحه اتغيرت وبان عليه إرهاق شديد، وبعدها بلحظات وقع. المشهد كان صادم جدا. تخيل انت قاعد مركز في كلام الإمام وفجأة تلاقيه بيتعثر وبيسكت وبعدها يقع قدامك. المصلين أول ما شافوا اللي بيحصل قاموا بسرعة يجروا عليه عشان يشوفوا ايه اللي حصل. في ناس حاولت تساعده وفي ناس اتجمدت في مكانها من الصدمة، واللي زود الموقف توتر ان البث المباشر اللي كان شغال على التلفزيون اتقطع فجأة. يعني حتى اللي بيتفرجوا من بيوتهم ما فهموش ايه اللي حصل غير بعد ما الخبر بدأ ينتشر. المصادر قالت ان الإمام تعرض لوعكة صحية مفاجئة، والسبب غالبا مزيج بين الحرارة العالية اللي كانت في اليوم ده وتقدمه في السن، وده خلاه يحس بإجهاد شديد وهو واقف على المنبر. تخيل الوقوف قدام مئات الناس في حر الصيف ومع الحماس والخشوع في الخطبة، الجسم ساعات بيستسلم. الناس في المسجد كانوا في حالة قلق وخوف عليه، وفي لحظة الجو الروحاني اللي كان في المسجد اتحول لحالة طوارئ. الكل بيحاول يعرف الإمام عامل ايه والكل بيدعي له يقوم بالسلامة. بعض المصلين اتصلوا بالإسعاف فورا وتم نقله للمستشفى بسرعة عشان يتلقى الإسعافات الأولية. الحمد لله الأخبار اللي جت بعد كده طمنت الناس شوية وقالوا إنه بيتلقى العلاج وإن حالته مستقرة. اللي لفت انتباهي كمان هو رد فعل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. الخبر انتشر بسرعة البرق والكل بدأ يكتب ويدعي له، وشفنا موجة تضامن كبيرة جدا. ناس من المغرب ومن دول تانية كلها بتتمنى له الشفاء العاجل. اللحظات دي بتبين قد إيه القلوب ممكن تتحد على الدعاء والخير، خصوصا لما يكون الشخص ده إمام مسجد معروف وبيخطب في الناس كل أسبوع. وطبعا الحادثة دي فتحت كلام بين الناس عن أهمية الاهتمام بالصحة، خاصة للي بيشتغلوا في مهن زي دي بتحتاج مجهود بدني وصوتي كبير، خصوصا في الصيف الجسم بيكون محتاج رعاية أكتر قبل ما تحصل مواقف زي دي. وفي نفس الوقت في ناس كانت بتتكلم عن إن البث المباشر لما يتوقف فجأة بيخلق حالة قلق أكبر عند المشاهدين، لأنك بتكون شايف حاجة بتحصل ومش فاهم إيه النهاية. وده بالظبط اللي حصل النهاردة. أنا بصراحة شايفة إن الموقف ده كان رسالة للجميع إننا مهما كنا أقوياء أو متعودين على عملنا، جسمنا ليه طاقة وحدود ولازم نراعيها قبل ما تحصل مواقف زي دي. الحمد لله إن الإمام لحقوه في الوقت المناسب وإنه بيتعافى دلوقتي، ونتمنى نشوفه قريب راجع للمنبر وهو بخير. ويا رب تكون الحادثة دي بس مجرد وعكة بسيطة وتعدي على خير، ونشوف الإمام تاني واقف بيخطب الجمعة بصوته الجميل وحماسه اللي بيأثر في المصلين. خلونا دلوقتي نشوف مع بعض أبرز ردود الفعل من مواقع التواصل على اللي حصل. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. فرجوا في المشهد الآخر وشوفوا الإمام مسكين اللي كان يخطب في الجمعة احتاجته وعكة صحية. هذا الإمام اللي كان يخطب في مسجد حسان بالرباط كيخطب عادي، ولكني فجأة جاته مسكين وعكة صحية وطاح في المنبر، والناس كلهم صدموا في المسجد تما. نسأل الله سبحانه وتعالى يشافيه ويعافيه وليداته. كلكم الدعوات مع خوتي يا ربي يشافيه وردوا الأهل ديالو يعافيه إن شاء الله. شنو نقول لكم أخوتي، راه ما دايم غير الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. يعني ربي قال لنا راه كل شيء غادي يموت، ما تبقى حتى شي واحد في الدنيا والكون كله يبقى الله سبحانه وتعالى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى كيبين لنا بأنه هو اللي غادي يملك الملك ديالو، وكل شيء غادي يموت وكل شيء غادي يتحاسب وكل شيء غادي يتجازى على الأعمال ديالو. فخوتي الإنسان يترجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتبع الصلاة ديالته. راه الشيخ خوتي كنشوفوه كل نهار. السلام عليكم الإخوة الأخوات. اليوم وقعت واحد الحادثة قبيلة في مسجد حسان بالرباط. الإمام ديال المسجد اللي هو السي العربي المدن، والسي العربي المدن هو رئيس المجلس العلمي المحلي ديال مدينة الرباط. فكان كيدير الخطبة ديالو عادي حتى طاح، فالله أعلم. لكن غالبا أنا كنقول شخصيا ممكن تكون أزمة قلبية. لحد الساعة ما كايناش شي معلومات اللي هي رسمية على الحالة الصحية ديالو، ولكن اللي كنتمناو ليه الشفاء العاجل بطبيعة الحال. بالنسبة للفيديو راه غادي تلقاوها في وسائل التواصل الاجتماعي، راه كاينه غادي تلقاوها، وكنتمناو له الشفاء العاجل بحول الله. الله يعطيكم الخير. شفتوا الفيديو الاخير اللي دار روينه في السوشيال ميديا؟ الفيديو ديال خطيب الجمعه في جامع حسان في الرباط. يا لطيف، السيد كان واقف كيخطب في الناس في خطبه الجمعه ديال اليوم،
كلشي كان غادي هو هذاك، والناس كتصنت. حتى الواحد شويه الفقيه سكت، الهضره تلفاتلو وبان عليه العيا بزاف، وجهو تبدل لونو. الناس باقين كيشوفوا شنو واقع ومخلوعين، وهو يفقد التوازن ديالو ويطيح مسكين تما فوق المنبر. تصور معايا الموقف، المصلين اللي كانوا حاضرين تصدموا، كلشي تخلع، دغيا ناضو كيجريو عنده باش يعتقوا الموقف ويشوفوا السيد مالو. على الفور هزوه وعيطوا على الاسعاف باش ما كان لذلك. الصراحه فيديو كيبين بنادم شحال ضعيف، في لحظه كلشي كيتقلب. لحد الان مازال ما كاين حتى شي خبر رسميه على الحاله الصحيه ديالو، الناس كلها كتدعي معاه بالشفاء، الله يشافيه ويعافيه ويرجع لمنبرو ولوليداتو سالم غانم. من بعد ما شفتوا الفيديو المؤثر ديال خطيب مسجد حسان، شنو هو اول احساس جاكم؟ شاركونا ارائكم في لي كومونتير.